مريضة غيرت تفكيري عن دوالي الساقين لما قالت لي ان اكتر حاجة مؤذية ليها مش وجعها، لكن هو الاحراج اللي بتحس بيه لما حد يقول لها ايه شكل العروق اللي في رجلك دي. وكمان قبل اي خروجة او مناسبة تقعدي تفكري في اللبس اللي هتلبسيه، هكون مرتاحة ولا لا، حد هيسأل، حد هيبص، وتلاقي نفسك بدل ما تتحمسي للخروجة بقيتي مترددة، مش عارفة تقعدي براحتك ولا تتحركي براحتك ولا حتى تركزي مع اللي حواليك. كل شوية تفكري في دوالي الساقين اللي عندك وشكلك بيها عامل ازاي، لحد ما تلاقي ان الدوالي بقت تتحكم في يومك وفي قراراتك وكمان احساسك بنفس. وقفي شويه، لان اللي انت فيه ده مش طبيعي. انت تستاهلي تعيشي حياتك من غير ما تفكري كل مره. ولو حاسه ان الدوالي مأثره عليكي كده، احنا في ايفين هنساعدك تتعالجي منها، سواء بقسطره الليزر او الجلسات التجميليه زي الحقن والكلاكس، واللي بتكون مدتها 45 دقيقه بس. واطمني، كل ده من غير جراحه، يعني مش هتلاقي اثار لندبات او جروح، وشكل الجلد هيرجع طبيعي واحسن كمان من الاول. كمان احنا في ايفين متعاقدين مع اكتر من 80 شركه تامين باسهل الاجراءات والموافقه. ولو عايزه تفاصيل اكتر ابعتي لنا رسالة دلوقتي أو كلمينا على 15 780.